السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين الكرام. اليوم عندنا هاتف نوكيا، طبعا جاي لي أحد كبار السن طبعا لصيانة الهاتف، بالرغم أن الهاتف جديد. يشكو لي بأن الهاتف الجديد لم يشتغل إلا أيام فقط، ولكن طبعا الآن حصلت مشكلة في الهاتف، ومر على عدد من الأشخاص الذي يشتغلوا في صيانة الهواتف، وبيشكلوا بأن أو بيعطوه معلومة بأن المشكلة في اي سي التشغيل أو اي سي الهاتف. طبعا أعزائي المتابعين، أنا قمت بتصوير هذا الهاتف للتوضيح. طبعا عندما نعطي المعلومة لازم أن نعطيها المعلومة الصحيحة، لكسب الثقة، طبعا لكسب ثقة الزبون ولإفادة الزبون بقدر الإمكان. طبعا لإفادة الزبون. أنا بمجرد أن فتحت الهاتف، طبعا مشكلة الآن الهاتف، أنا سوف أوضح لكم مشكلة الهاتف. عند توصيل الهاتف بالشاحن يشتغل على حسب وصف الزبون، يعني أن الهاتف يشتغل عند التوصيل على الشاحن، وعند التشغيل على البطارية لا يشتغل حتى وإن قام بتغيير بطارية أخرى. نلاحظ الآن أنا قمت بتوصيل الهاتف بالشاحن، سأنتظر حتى يشتغل الهاتف. طبعا الهاتف لن يشحن وإنما يشتغل. هو يشكو لي بأن الهاتف لا يشحن وإنما الهاتف يشتغل فقط. نلاحظ أن الهاتف خلاص ظهرت إشارة الشحن، وإنما إشارة وهمية، ولكن طبعا تشغيل الهاتف يشتغل بشكل طبيعي على الشاحن، ولكن عند التشغيل على البطارية لا يشتغل. طبعا أعزائي المتابعين، المشكلة بسيطة جدا، ونحن طبعا أعطينا عدة نصائح في عدة فيديوهات كيف نتابع المشكلة بداية من أول أن نفتح الهاتف، سواء كان هاتف نوكيا من هذه الهواتف الزرارات أو هواتف لمس بأي نوع أو بأي إصدار. طبعا إذا متابعين، سألت الزبون هل الهاتف سقط أو تعرض للماء. طبعا لم يعطيني أي معلومة، وطبعا لم يقل لي بأن الهاتف تعرض لماء أو رطوبة. نلاحظ أن الهاتف جديد. أنا لا أريد أن أطيل عليكم بالوقت، ولكن أنا لاحظت شيء قد يكون طبعا هذا الشخص كبير في السن، لا طبعا يستطيع التركيز. نلاحظ أثر وجود أكسدة في زاوية البطارية، وكذلك على أحد أسنان البطارية كما نلاحظ الآن. طبعا أعزائي المتابعين، أعتبي على الشخص الذي بيشتغل في الصيانة والأشخاص الذي مر عندهم في الصيانة وبيشكلوا بأن المشكلة في الهاتف، بالرغم أنهم وجدوا هذا الأثر. ونحن طبعا قلنا أن أول خطوة من خطوات تتبع المشكلة وفحص المشكلة، الفحص بالنظر أو بالعين، متابعة القطع والدوائر بالنظر أو بالعين. طبعا أنا عندما لاحظت هذه المشكلة، طبعا قلت للزبون بأن الهاتف تعرض لماء أو لقليل من الرطوبة. بعد أن فتحت الآن الهاتف، الآن سوف أفتح الهاتف وسأخرج البورد من مكانها. كذلك أعزائي المتابعين، التشخيص الصح يعطينا معلومة صح، وكذلك يجنبنا هدر الوقت وضياع الوقت. كما نلاحظ الآن أنا فتحت الهاتف، أول خطوة اتضحت لي وجود أثر صدأ واحتراق في هذه الزاوية بجوار هذه المقاومة. طبعا هذه المقاومة هي مقاومة تقريبا 10 أوم، موصلة بين اي سي الشحن وكونكتر البطارية أو مسار الموجب للبطارية. طبعا الماء دخل من هذه الزاوية إلى كونكتر البطارية ووصل إلى هذه المقاومة، فتعرضت هذه المقاومة للتلف. نلاحظ وجود أثر صدى أو أكاسيد، هذه الأكاسيد البيضاء الذي ينتجها الماء، وكذلك هذه أثر الاحتراق، هذا أثر الاحتراق. إذن من الطبيعي أن يشتغل الهاتف إذا قمنا بتوصيل الشاحن، بالرغم أن الخريطة نظيف ولا يوجد فيه أي أثر سوى هذا الأثر. من الطبيعي أن يشتغل الهاتف بالشاحن، لأن طبعا الشحن أو دائرة الشحن تغذي اي سي الباور أو الكنترول بالفولت الكافي للتشغيل. طبعا الآن يعتبر الهاتف أو الكنترول فاصل عن مسار البطارية، ولذلك الهاتف لن يشحن وإنما يعطي إشارة شحن وهمية. الآن أعزائي المتابعين، فقط نغير هذه المقاومة من أي خريطة أخرى، أو إذا لم يوجد أي خريطة نبحث عن أي مقاومة بقيمة 10 أوم وسيشتغل الهاتف بشكل طبيعي. أنا الآن سأغير المقاومة، لا أطيل عليكم بالوقت.
ولكن المعلومة دي مهمة أعزائي المتابعين، فالكثير يجهلها وخاصة المبتدئين. فأنا حبيت أن أصور هذا الفيديو عن هذا الهاتف. أنا لن سأغير هذه المقاومة، وأعود إليكم نجرب الهاتف بعد التغيير، وسأوقف التصوير حتى لا تطول مدة الفيديو.